بصوا بقى الكبده الخطيره، عملت منها بقى الساندوتش وهحط عليه بقى الطحينه. ويلا بينا بقى نعمل احلى ساندوتشات كبده. ولا الفلاح ولا عز المنوفي ولا اي كبده احلى من كبده البيت. كبده بلدي ريحتها تجنن. بينا نعمل بقى الكبده الاسكندراني اللي ريحتها تجيب اخر الشارع عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه هنحضرها هي الدقه او التتبيله اللي بنعملها للكبده. هي معانا كمون، ملح، وكزبره ناشفه بتدي طعم خطير في الكبده، وملح. وحطيت كمان فلفل اخضر مفروم عندي اللي انا بحطه في الفريزر. ممكن مفروم كمان مع الثوم، وهحط معلقتين كبار من الثوم المفروم. كده حطيت معلقتين من الثوم المفروم، واقلب بقى التوابل مع الفلفل مع الثوم. بصوا الثوم كل ما بيبقى كتير كل ما بيدي طعم خطير في الكبده. السر كله في التتبيله دي. هقلبها كويس جدا واخلي التتبيله عندي جاهزه. هي دي التتبيله او الدقه بقت جاهزه عندنا، وزودت عليها كمان شويه كزبره ناشفه تدي طعم بقى للكبده خطير. كده التتبيله عندي بقت جاهزه، هسيبها واتبل الكبده. وعلشان بقى الخطوه المهمه جدا في الكبده علشان تشيل اي زفاره، هروح حاطه شويه من الطحينه، معلقه كبيره كده عليها كده. تدي طعم جميل قوي في الكبده، وكمان بتشيل منها اي زفاره او اي طعم مش مرغوب فيه. وكده الكبده بتاعتنا بقت جاهزه. هحط عليها كمان الدقه واقلبهم مع بعض عشان احضرها للتحمير. لما اقلب الكبده بقى هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الدقه اللي احنا عملناها بالثوم. الكبده بعد ما اتحط عليها الطحينه والتتبيله بتاعتها بقت جاهزه عندي. هحطها في التلاجة ومش بطول عليها، يعني على طول بنحمرها. احنا الهدف منها ان يبقى ليها نكهه. الثوم مع الكزبره ريحتها اصلا من قبل ما تتحمر خطيره. هحطها بس في التلاجة لحد ميعاد الغدا واطلعها على طول وبتبقى جاهزه معايا. احنا ممكن ما نقعدهاش في التتبيله، يا دوب نخلص الخطوه دي ونحمرها على طول. جهزت الكبده عندي، يلا بينا بقى نعملها عشان الغدا اللذيذ. وكمان الفلفل الاخضر والفلفل الحامي الاتنين جهزتهم. ممكن الفلفل الحامي علشان كده تبقى الكبده الاصلي، مش هتدوقوا احلى من الكبده دي. يلا بينا بقى نسخن مع بعض الطاسه بتاعتنا علشان نبتدي نعمل احلى كبده. في طاسه او وok او حله او اي حاجه عندنا، بس اهم حاجه تكون بتوصل الحراره وبتوزعها كويس. هحط شويه زيت حلوين كده وهسخنها كويس جدا. لازم الزيت عندنا يبقى مش قليل، وكمان يسخن كويس جدا عشان تطلع معانا احلى كبده. الزيت سخن عندي قوي، هنزل الكبده. بصوا لازم يبقى الزيت سخن عندي بالشكل ده عشان تاخد صدمه. ما بنقلبش الكبده عشان تفضل محتفظه بالميه بتاعتها جوه. نسيبها كده وهبتدي انزل عليها بقى الثوم اللي انا كنت شايلاه على جنب عليها بقى. بقى بنزل عليها دلوقتي بقى الفلفل. الكبده ما بتاخدش وقت، هنخلي بالنا يا دوب تاخد تشويحه كده وننزل عليها الفلفل المشطشط وكمان الفلفل الرومي. كده احلى كبده اسكندراني هتاكلوها بجد. الثوم مظبوط، اول ما بنشم ريحه الثوم كده ان هو استوى بننزل الخضار عندنا وبتبقى جاهزه عندنا احلى واجمل كبده. ريحتها تقلب الشقه. احلى طاسه كبده هتاكلوها، جميله جدا جدا. كده الكبده بقت جاهزه عندنا. بصوا بقى الكبده الخطيره، عملت منها بقى الساندوتش وهحط عليه بقى الطحينه. ويلا بينا بقى نعمل احلى ساندوتشات كبده. ولا الفلاح ولا عز المنوفي ولا اي كبده احلى من كبده البيت. كبده بلدي ريحتها تجنن. احلى ساندوتشات كبده اسكندراني طعمها خطير بالطحينه. مش هتقدروا تقاوموها، هتعملوها في العيد ومش هتشتروها من بره تاني.
ابدا ابدا ابدا. طعمها خطير وريحتها تجنن.